عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان الكريم. النهاردة يا حبايبي هنعمل جلاش بطريقة مختلفة جدا، وكمان طعمها مميز وشكلها شاهي جدا. هنعمل النهاردة جلاش بالبسبوسة او بدقيق السميد بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة، مش محتاجة اي غلب خالص. مكوناتنا بسيطة جدا جدا، وكمان الشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده بطريقة سهلة جدا جدا بنعملها واحنا صغيرين. يلا يا حبايبي كده نعمل مع بعض الجلاش بطريقة سهلة وتحفة، والطعم حلو جدا جدا، والشكل كمان مميز، والطعم كمان هيكون مميز. يلا بينا نبدأ الكلام بالصلاة على حضرة النبي نشوف العدنان طريقتنا السهلة البسيطة ايه. في الاول كده هسمي الله واجيب بولة فاضية وابدأ احط فيها المكونات بتاعتي. معايا كده كوباية من دقيق السميد او دقيق البسبوسة، واحط كمان نص كوباية من جوز الهند. شايفين كده مكوناتنا سهلة جدا وبسيطة، وكمان طعم هيكون مختلف جدا. هقلب كده دقيق السميد وجوز الهند زي ما انتوا شايفين كده، واركنهم كده على جنب. ودي كانت اول خطوة معايا يا حبايبي. هنا دلوقتي لفة من الجلاش، اهم حاجة تكون طازة او تكون طرية، ما تكونش ناشفة معاكي عشان تنفع تشكليها بكل سهولة. انا اللفة لسه مطلعها من الكيس زي ما انتوا شايفين كده طرية، بس برضه يطلع فيها مكسر كتير، بس هنظبطهم مع بعض. ومعايا هنا حبايبي نص كوباية من السمنة. ممكن تستخدمي سمنة عادية، وممكن كمان تستخدمي سمنة بلدي، بس انا الصراحة مستخدمة نص سمنة بلدي ونص سمنة عادية. ممكن كمان تستخدمي زبدة لو حابة. هجيب كده ورقة الجلاش زي ما انتوا شايفين كده وافردها، وابدأ ادهنها كويس بالسمنة زي ما انتوا شايفين كده. خطواتنا سهلة جدا وبسيطة، ومش محتاجة اي تعب خالص ولا اي مجهود، وهيعطينا شكل الجلاش مختلف وكمان شكل حلو جدا. هبدأ هنا اجيب دقيق السميد وجوز الهند اللي عملناه في الاول كده مع بعض، وهبدأ ارش رشة كده بسيطة من جوز الهند كده زي ما انتوا شايفين ودقيق السميد. وبعد كده هبدأ اطبقها زي المروحة اللي كنا بنعملها احنا صغيرين كده. بصوا كده زي المروحة الورق بالشكل السهل الجميل ده. شايفين كده؟ واحطها في الصينية بالشكل ده. شايفين انا كنت عامله كذا واحده كده، بس التليفون للاسف ما كانش مصورها. هعمل قدامكم كده واحده تاني. جبت كده ورقه الجلاش وهبدا ادهنها سمنه كويس كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده ارش عليها دقيق السميد وجوز الهند. ولو كانت مقطوعه في النص ولا يهمك، هترجعي تطبقيها، هي كده كده مش هتبان. بصوا كده اهو اول ورقه، وبعد كده ابدا اتنيها بالشكل السهل البسيط جدا ده. بصوا مش محتاجه اي تعب خالص خالص. هخلص كل الكميه بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. طريقتنا سهلة جدا جدا وكمان مختلفة، وشكلها حلو جدا جدا في التقديم. خلصت كل الجلاش اللي معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، وباقي السمنة اللي معايا هبدأ ادهن بيها الوش كده، وش الصينية كده زي ما انتوا شايفين من فوق. بصوا التجعيدة اللي عاملها الجلاش شكلها حلو جدا جدا. كمان الشكل هيبان اكتر لما تتحمر وتروح الفرن. بس قبل ما نوديها الفرن كده اتاكدت ان دهنتها سمنة كويس كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هركنها على جنب. بس اتاكد ان كل الاطراف كده اتدهن السمنة كويس. وتيجي نعمل مكونات السائل اللي هنضيفها على الجلاش دلوقتي. معايا بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، وهبدأ اضيف عليهم فانيليا. ممكن تضيف فانيليا سايلة لو حابة. وبعد كده هبدأ اضيف نص كوباية من السكر. وبعد كده يا حبيبي هضيف كوباية ونص من اللبن. سكر ولبن وبيض وفانيليا، وهقلب كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. بس بعد ما اضيف نص الكوبايه التاني، كوبايه ونص من اللبن يا حبايبي، حاطينها نص كوبايه سكر وبيضتين وكمان ورقتين من الفانيليا. ممكن تحطي فانيليا سايله لو حابه. هنا يا حبايبي هحط معلقه من البيكنج باودر. البيكنج باودر ايه لازمته؟ علشان يخلي فيها هشاشه بين الورق كده، وما يخليش الورق معجن في بعضه. وكمان هرش رشه ملح بسيطه جدا. جبت المضرب ده وهبدا كده اضرب البيض كويس جدا باللبن بالسكر لغايه لما السكر يدوب معايا خالص. طريقتنا سهلة جدا جدا وبسيطة. كل سنة وانتم طيبين، رمضان جاي طبعا وكلنا بنحب الحلويات في رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا رب، وادخلوا علينا بالخير واليمن والبركات ان شاء الله. هنا بعد ما قلبت كل المكونات كده مع بعضيها بالشكل ده، هبدأ كده اوزعها على الجلاش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لازم كل ورقة من الجلاش تتغطى كويس بالمواد السائلة اللي معايا. وبعد كده هبدأ اقلبها كده شمال ويمين علشان اتأكد ان الجلاش كله اتغلف من فوق ومن تحت كده زي ما انتوا شايفين وملاحظين. شايفين؟ بعد كده حطها في الفرن. مش هتاخد اي وقت خالص، تقريبا تلت ساعة. لو عندك نار من تحت بس شغلي النار من تحت، وبعد شوية كده يعني بعد تلت ساعة شغلي شوية من فوق. لكن لو عندك نار من فوق ومن تحت، شغلي على نار متوسطة كده اعلى من الكيكة شوية، يعني تقريبا درجة حرارة 190، وتطلع بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده. ما خدتش اي وقت خالص خالص. بس اهم حاجة تهديلها الفرن عشان ما تحمرش منك بسرعة، عشان احنا حاطين بيض وكمان حاطين كمية سمنة حلوة.
هنا حبايبي عشان ضايفه سكر في الخليط اللي احنا عملناه، هضيف بس كوبايه بس من الجلوكوز او الشربات. زي ما انتم شايفين عملنا كتير مع بعض شربات، عشان كده انا عندي جاهز على طول. لو حابين تشوفوا الشربات بطريقه حلوه جدا وسهله وبسيطه، الشربات عشان تطلع نتيجته مضمونه معاكي، كوبايتين من السكر وقصادهم كوبايتين من الميه ومعلقه كمان عصره ليمونه كده، وتحط عليهم ورقتين فانيليا، سيبهم على البوتاجاز 10 دقايق. مش هياخدوا اي وقت خالص، يطلع معاكي احلى سيرب او احلى شربات او احلى محلول للحلويات. حاجه في منتهى الجمال، مش هياخد اي وقت خالص. شايفين ما شاء الله حاجه في منتهى الجمال. هغطيها بس 10 دقايق بس عشان الوش يطرى معايا، وبعد كده هنقطعها مع بعض وهنشوف القلب الجميل الشكل التحفه اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي. شايفين ما شاء الله شكلها حلو جدا جدا وشهي ومميز كده ومختلف. الجلاش بس من الصوابع، الجلاش بطريقه سهله وبسيطه. ارجع كده شوفوا الفيديوهات اللي قبل كده، هنزل لكم اللينكات بتاعت الفيديوهات اللي قبل كده، هتشوفوا احلى جلاش ممكن تشوفوه. بصوا كده ما شاء الله الطريقه سهله جدا جدا وبسيطه. هنا بعد 10 دقايق طبعا بدات اقطعها. بصوا طريه وجميله وشكلها حلو جدا جدا. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني الجلاش بالسميد بطريقه سهله جدا 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 وبسيطه، طريقه مضمونه ومجربه من اول مره، حلوه جدا. جربوها هتعجبكم جدا. طريقتنا سهله وبسيطه. بص ما شاء الله تبارك الرحمن. ممكن تقول عليها كيكه جلاش، ممكن تقول عليها كيكه سميد بالجلاش، يعني حاجه في منتهى الجمال. ما خدتش اي وقت خالص ولا اي مجهود. الشكل سهل جدا وبسيط، كمان شكلها حلو جدا جدا، ما خدتش اي تعب. بصوا كده بعد ما قطعتها من النص، شايفين الشكل حلو جدا جدا وعالية وشكلها مميز جدا. جربوها هتعجبكم خالص. طريقتنا النهاردة كانت سهلة وبسيطة. قبل كده عملنا الجلاش بكذا طريقة وكانت شكلها حلو جدا جدا. عملنا قبل كده الجلاش محشي كنافة وجوز هند، وكمان عملنا جلاش اللي هي عيش الغراب، وكمان عملنا جلاش اللي هو الصوابة، وعملنا كميات كبيرة من الحلويات بطريقة سهلة جدا وبسيطة. ارجعوا شوفوها في الفيديوهات اللي قبل كده هتعجبكم جدا جدا. اللهم بلغنا رمضان يا رب، اعوام واعوام ان شاء الله يا رب. بصوا كده ما شاء الله هشة جدا جدا وبسيطة كده. بصوا حاجة في منتهى الجمال، مش مكلفة خالص خالص، تشرفك قدام ضيوفك. شكلها مختلف ومميز. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا اي حاجة مني النهاردة. بس ما تنسونيش باللايك والكومنت وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين، واهم حاجة تصلوا على حضرة النبي. دايما ذكر الله كده على لساننا، يا رب يجعله في ميزان حسناتنا. دايما الاستغفار يا حبايبي، ما تنسوش الكلام ده، الاستغفار والصلاة على النبي بتفتح الابواب المقفولة. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا مني اي حاجة. واخر الكلام صلوا على حضرة النبي العدنان واشتركوا في القناة لو مش مشتركين، واعملوا له لايك وسيبوا لي كومنت يفرحني، عشان اللايك بيرفع القناة والكومنت بيرفع من معنوياتي. يا رب النهارده تكون استفدتوا اي حاجة مني. اخر الكلام صلوا على حضرة النبي العدنان واشتركوا في القناة لو مش مشتركين. سلام.